النهارده هنشوف إزاي نخلّي الليفت بدون بنجر ولا أي إضافات. معانا ليفت وغاسلينه ومقطّعين منه العرش بتاعه وسايبين فيه القشرة ديّة، هي القشرة دي اللي هتدّي له اللون وياخد اللون طبيعي وجميل وهيطلع من غير بنجر ولا أي حاجة وهتشوفوا الطريقة بتاعته. هنشوف بقى نقطّعه التقطيعة بأي تقطيعة أنتِ تحبيها. أنا هاقطّعه بالسكينة المشرشرة بالشكل ده، التقطيعة اللي أنتِ تحبيها. ما تشيليش القشرة الخارجية، القشرة الخارجية دي هي اللي هتدّي له اللون. لو الشكل التقطيعة هتبقى كده. أهوّة أجيب بقى رشة ملح أرشّها عليه، أسيبه شوية كده 3 ساعات أو 4 ساعات، هيجيب مَيّته يدبل، وبعد كده أبدأ أعبّيه، أهو باقلّبه كده، أسيبه بقى لغاية ما يجيب مَيّته ويدبل كده مع رشة الملح، وبعد كده أبدأ أعبّيه في البرطمان. هنا أهو أنا سِبته وجاب المَيّة بالمنظر ده، بُصّوا المَيّة معانا أهي، دي المَيّة دي نازلة منه هو بعد رشة الملح. هابدأ بقى أعبّيه والمَيّة دي مش هارميها هاحطها له برضه. أبدأ أحط المَيّة بتاعته اللي نزلت منه. هنا أنا معايا مَيّة دافية، دافية فترة جدًا. هنا بقى أنا مش هاحط ملح كتير لأن هو واخد ملح، فابتدي أحط على كل كوبايتين مَيّة أو كوبايتين ونص معلقة ملح مليانة، وهيبقى بالشكل ده معانا المَيّة تغطي الليفت.